تخيل بقى معايا تعيش في عالم منقسم بين قوتين عظيمتين، وحرب بدأت بسبب طمع البشر في معدن طاقة، وانتهت بظهور وحوش متعرفش الرحمة، وفي لحظة انقلبت موازين القوة، وجنود بيتحولوا لوحوش ونسيوا هم في الأصل بشر ولا وحوش. بس الصدمة مش هنا يا صديقي، الصدمة في خيانة أقرب الأصدقاء ليك، ودي مش مجرد حرب، دي قصة خيانة ودموع ووعود اتحولت لقسم دم. ودلوقتي هنعيش ملحمة حرب الوحوش، بس يا ترى مين اللي كان وحش، البشر ولا المستجدين؟ فصل على النبي ويلا بينا نبدأ حكايتنا بتبدأ في بلد اسمها بيتوريا بعد مرور 100 سنة على وصول المهاجرين ليها وتأسيسهم لدولة جديدة، وفجأة بيكتشفوا معدن طاقة جديد، وكان السبب في خلاف كبير بين البلد ويتسبب في تقسيم البلد. الاتحاد الشمالي ودول كانوا متخصصين في الصناعة واستغلال معدن الطاقة، والاتحاد الجنوبي ودول اللي بيشتغلوا في التعدين وكانوا شايفين انهم احق بالمعدن ده. والخلاف بينهم بدأ يكبر لحد ما قامت حرب، وفي البداية الجنوب كان متفوق علشان عددهم كان اكبر بكتير من الشمال، وده خلى الشمال يخسر خسارة كبيرة، والدنيا كان باين خلاص انها تخلص بانتصار الجنوب. لكن فجأة ظهرت فرقة غريبة بلبس ابيض في ساحة المعركة، والقائد بتاعهم رفع ايده وادى امر بالهجوم، وواحد منهم اتقدم وبدأ يتحول لتنين عملاق، ونفخة نار واحدة منه قضت على كل الجنود اللي كانوا قدامه. وبعده بقية الفريق بدأوا يتحولوا لمخلوقات خارقة، واحد بيتلون زي الحرباية، وواحد سرعته زي الطيور، وواحد جلده متين حتى الرصاص مش بيأثر فيه. وقدام الوحوش دي جيش الجنوب اللي كان بيكسب بقى في لحظة هو اللي بيخسر، وفي وقت قليل جدا الحصن اللي محدش قادر يخترقه اتاخد بالكامل. وبنعرف بعدها ان حكومة الشمال استخدمت تكنولوجيا محرمة علشان تقلب الكفة لصالحها، وخلقت نوع خاص من الجنود نص بشر ونص حيوانات وسموهم المستجدين. وبعد المعركة القائد هانك وصاحبه كين راحوا يبلغوا القيادة بتاعتهم بانتصارهم، ورغم النصر هانك كان زعلان علشان وصلوا متأخر وخسروا جنود كتير، بس القائد ما كانش مهتم وقال له انهم ماتوا فداء للنصر. وبعدها القائد طلب من الفريق ياخد راحة لحد ما تيجي المهمة الجاية، بس مساعد القائد كان قلقان وبيقول له تفتكر نقدر نثق في الوحوش دي على طول؟ ساعتها القائد رد عليه وقال له ما تقلقش، دول مجرد ادوات ولما يجي وقتهم هنخلص منهم. بعد كده راحوا يقابلوا واحدة اسمها الدكتورة إيلين، وبنعرف بقى ان إيلين دي هي اللي عملت المستجدين دول. وقتها هانك سألها عن حالة الجنود، فقالت له ان في اعراض بدأت تظهر على عدد كبير منهم، لكن وعدته انها هتلاقي حل قريب. ولانها كانت متوترة هانك طمنها وقال لها ان الكل واثق فيها وهو اولهم، وباين كده ان في مشاعر حب بينهم. وبيروح هانك لباقي الفريق والكل بيبقى فرحان بالانتصار اللي حققوه، وبيعرفهم هانك ان هو خلاص ناوي يتجوز إيلين بعد نهاية الحرب. وبتستمر المعارك، وبفضل قوة المستجدين الاتحاد الشمالي بيقدر يكسب كل المعارك بسهولة، وبيفضلوا يحققوا في انتصارات متتالية واحدة ورا التانية. ولكن من الواضح ان في اعراض ما تطمنش عمالة تظهر على الجنود، لحد ما بيجي اليوم وفجأة واحد من الجنود المستجدين بيفقد السيطرة على نفسه وبيتحول لتعبان ب3 رؤوس، وبدأ يقتل في كل الجنود المستسلمين. وساعتها الحلفاء بيحاولوا يمنعوه، ولكن فجأة بيبخ السم فيهم. ساعتها هانك بيطلع يجري وراه وبيقول له مالك يا إيبي، ليه بتعمل كده؟ إيبي ساعتها بيبكي وبيقول له مش انا اللي بقتلهم. وفي اللحظة دي الحلفاء بيشغلوا المدافع عليه وبيضربوه من غير اي رحمة. وقتها هانك بيجري عليه وبيقول له ما تقلقش مش هسيبك تموت، ولكن إيبي بيفضل يقول له ما كنتش انا اللي بعمل كده. وساعتها هانك بيطلب المساعد بتاعه او الدكتوره، ولكن الجنود بيفضلوا مكانهم وخايفين ومحدش عايز يتحرك. بس إيبي بيقول له انا اسف ما كانش قصدي، وبعدها بيحط ايده في بقه وبيفجر السم اللي جواه وبيموت في لحظه. ومن هنا كانت البدايه. وبعد اللي حصل ده باقي اعضاء الفريق بيستسلموا من الخوف والاحباط، وبيفكروا وبيقولوا يا ترى هل نهايتنا هتكون زي صاحبنا إيبي؟ ساعتها إيلين هي كمان بتفضل تلوم نفسها، لان إيبي كان قال لها ان الفترة الأخيرة ما بقاش عارف هو مين وقت ما بيقاتل كمستجد، واكيد كان حاسس بحاجة وقتها، وعلى الرغم ان كنت عارفة لكن برضه معرفتش اعمل له حاجة، وكل ده كان غلطي انا. وفي اليوم اللي بعده هانك بيقرر يجمع باقي الفريق وبيقول لهم كلنا شفنا اللي حصل لإيبي لحد دلوقتي، فاحنا لسه ما نعرفش سبب فقدانه للسيطرة على نفسه، واحتمال اللي حصل لإيبي ده يحصل لينا كلنا. ولكن على الرغم من كل ده عاوزكم تتأكدوا من حاجة واحدة بس، ان احنا مش وحوش، احنا مستجدين
وعندنا ارادتنا وفخرنا، وعلشان كده ودلوقتي هنقسم على نفسنا اللي هيفقدوا السيطرة على نفسهم هيتقتلوا على ايد اصدقائهم، ولو الوضع ده تكرر تاني فلازم احنا اللي نوقفه، وهنواجه الموضوع ده مع بعض ونعيده سوا. احنا مش لوحدنا، وبالفعل بتستمر الحرب بدون توقف، وفي كل معركة كانت الفرقة بتخسر فيها واحد ورا التاني من افراد الفرقة، لحد ما بيجي اخيرا اليوم المنتظر، وبيروح هانك وبيجمعهم وبيقول لهم شكرا ليكم على كل حاجة، وبكرة هيكون اليوم الاخير اللي هنستولى فيه على العاصمة، وخلاص هتنتهي الحرب اخيرا. ولسه بيبص عليهم بيلاقي الكل محبط ومفيش حد متحمس، فبيقرر ان هو يعمل حاجة مختلفة، وبيقول لهم ان خلاص بعد الحرب ما تنتهي هيقرر ان هو يتجوز إيلين، وطبعا عايزكم كلكم تحتفلوا معايا، علشان كده ما ينفعش واحد فيكم يموت، ولازم الكل ينجى بكرة، واول ما الحرب تنتهي هنحتفل كلنا سوا بالمناسبة دي. وبالفعل الكلام ده بيحمس الفرقة شوية وبيخرجهم من الاحباط اللي هم فيه. وبالليل هانك كان بيرتب للحظة دي، ساعتها كين دخل عليه وقال له خلاص الموضوع قرب يخلص، كنت عايز اشكرك يا هانك ان احنا وصلنا للمرحلة دي بفضلك، لانك كنت القائد بتاعنا من الاول. وبعدين كين بدأ يحكي ويسأله فاكر اول مرة اتقابلنا احنا التلاتة؟ هانك رد عليه وقال له دي حاجة عمري ما نسيتها، مين كان يصدق اننا نخوض حرب زي دي سوا، انا وإيلين نصاحب واحد من عيلة غنية زيك، بس اللي حصل حصل وبقينا اصحاب بجد. وقتها كين رد وقال له صح، وبالمناسبة دي إيلين كانت عايزاك، وفي حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها الفترة دي، ان إيلين بتحاول تشيل مسؤولية الحوادث الأخيرة لوحدها. وبسرعة هانك راح يكلمها، والصدمة بقى لما إيلين قالت له ان في احتمال المعركة اللي جاية تخلص قبل ما تبدأ، فهانك اتلخبط وقال لها ازاي مش فاهم. قالت له من فترة القيادة كانت بتتفاوض سريا مع الاتحاد الشمالي علشان يوقفوا الحرب، والاتفاق نجح خلاص والسلام قرب، والبلد اللي كانت مقسومة شمال وجنوب هترجع بلد واحدة تاني. وساعتها هانك فرح جدا وقال لها يعني السلام هيرجع تاني؟ فقالت له إيلين بس للأسف مفيش مكان لينا في السلام ده. وفي اللحظة دي والدموع في عينيها طلعت المسدس وضربته بالنار، ووقتها هانك اتصدم وحاول يتحرك بس ما قدرش، لأن الرصاصة كانت من نوع خاص بتقتل حتى المستجدين. ووقتها إيلين كانت بتعيط وقالت له أنا حاولت كتير أدور على علاج ليكم بس فشلت، والناس اللي اتحولوا لمستجدين طبيعتهم بتتغير وبيفتقدوا إنسانيتهم، وفي الآخر بيسيطر عليهم جينات الوحوش، وده بيحصل لكل واحد فيكم من غير استثناء. وحتى انت في يوم من الأيام هتفقد السيطرة على نفسك ومش هتعرف تتحكم في قوتك، ووقتها فريق المستجدين هيبقى في خطر أكبر من الحرب نفسها. وعشان أنا السبب اللي صنعتكم يا هانك فلازم أتحمل المسؤولية، وما ينفعش أسيبكم تتحولوا لوحوش. وبعدين قالت له بس ما تقلقش يا هانك، بعد ما كل ده هيخلص أنا كمان هحصلك قريب. وفجأة كين دخل عليها واديته مسدس وقالت له زي ما اتفقنا نخلص على كل أعضاء الفريق وبعدها نخلص على بعض، وكده تهديد المستجدين هيختفي وساعتها السلام الحقيقي هيجي. ساعتها هانك قرر يواجه الواقع وقال ان ده لو في مصلحة البلد فانا موافق. بس فجأة كين عمل حاجة محدش كان متوقعها، طلع المسدس وفتح النار على إيلين وطلع هو الخاين، وفضل يضحك ضحكة مجنونة وسط صدمة هانك وإيلين ومحدش كان مصدق اللي بيحصل. وبسبب الرصاصة اللي اتضرب بيها هانك فقد الوعي ومعرفش ايه اللي حصل. وبعد فترة بيصحى هانك بيلاقي نفسه في المستشفى، ودخلت عليه الملازم إليزيا من المخابرات العسكرية وقالت له انت كنت في غيبوبة لمدة شهرين يا هانك. فسألها هانك وهو بيحاول يفتكر ايه اللي حصل لفريقي وفين إيلين وكين، فقالت له ده اللي كنت عايزة أسألك عنه، في اليوم اللي احنا لقيناك فاقد الوعي وعلى وشك الموت إيلين اختفت ولسه لحد دلوقتي مفقودة، اما كين في حل فريق المستجدين ورجع كل واحد فيهم على بلده. ولكن للأسف مع الوقت المستجدين فقدوا السيطرة على نفسهم وبدأوا يعملوا مصايب ويقتلوا الناس ومفيش حد قادر يسيطر عليهم. وكين هو كمان اختفى من آخر معركة ومحدش عارف يوصله. وهانك أول لما سمع الكلام ده اتعصب وقال وهو بيغلي من الغضب هخليك تدفع تمن اللي انت عملته ده يا كين. ولبس هدومه واخد مسدسه وقرر يبدأ رحلته علشان ينفذ القسم اللي قطعه. وبيروح على واحد من البنوك وبيقابل واحد من المستجدين وهو بيسرق بنك، فبيقول له ايدي انا سمعت انك بقيت تقتل اصحابك دلوقتي يا قائد هانك. فبيقول له انا جيت علشان انفذ القسم اللي اتفقنا عليه زمان بان اللي هيفقد السيطرة على نفسه هيتقتل على ايدي. فبيقول له ايدي احنا بقينا ابطال حرب بفضل القوة دي. ساعتها هانك بيقول له احنا عمرنا ما كنا ابطال حرب يا ايدي، ولو احنا خسرنا نفسنا فاحنا مجرد وحوش. وفي اللحظة دي بيرميه بالرمح وبيولع فيه، ومن نص النار ايد الوحش اللي جواه بيخرج، لكن هانك بيخلص عليه. وبنرجع بقى بالزمن شوية وبنروح لإحدى القرى الريفية في بيت بنت اسمها
شال عايشة مع أبوها جون، وكانوا بيديروا دار للأيتام، وأبوها هو الشخص اللي شفناه بيتحول للتنين في الأول، ولكن ساعتها هو كان لسه ما بقاش مستجد، كان لسه عايش حياة سعيدة مع بنته، وكانوا بيقدروا يدبروا احتياجاتهم من الأكل عن طريق التجارة وصيد الحيوانات من الغابة. لكن بعد الحرب الطعام بدأ ينقص منهم يوم عن التاني، وفي يوم من الأيام وهم راجعين من الغابة بيلاقوا أفراد الجيش واقفين قدام الميتم وعايزين يتكلموا مع أبوها، وبعد ما بيخلصوا أبوها بيقعد معاها وبيقول لها أنا مضطر أروح على الحرب يا شال، وشكل كده في حاجة مميزة في جسمي هي اللي خلتهم يرشحوني للحرب، فخلي بالك من الأطفال في غيابي. ساعتها شال بتتعصب وبتقول له أنت ما رفضتش ليه؟ أنت حتى مش جندي. فبيقول لها هم وعدوني إن هم هيتكلفوا بالقرية دي، ولو ده حصل فساعتها مش هيبقى فيه أي مشاكل والأطفال هيقدروا ياكلوا زي ما هم عايزين. وبيقول لها وبعدين أنا مش رايح علشان الفلوس، لو أنا فعلا بمتلك القوة لإنهاء الحرب فما أقدرش أقعد هنا وأسيب الناس تموت دلوقتي. وبالفعل شال بتضطر توافق، وتاني يوم أبوهم بيودعهم وبيسيب الأطفال أمانة لسكان القرية وبيروح على الجيش، ولكن زي ما إيلين كانت متوقعة فبعد انتهاء الحرب جون رجع على القرية مع الجيش، ولكن كان خسران شكله البشري وبقى تنين. بس حتى رغم كده فشال عرفته ورحبت برجوعه ليهم بسلام، وفهمت الأطفال إن هو شكله بقى مختلف شوية لكن هو نفسه أبونا. وبالفعل بعد رجوعه اتحلت مشكلة الطعام وبقى كمان بيساعدهم في الزراعة بسبب قوته، ولكن الموضوع ما استمرش على كده. وفي يوم من الليل جون فقد السيطرة على نفسه وبدأ يصرخ بصوت عالي جدا وصحى كل سكان القرية. ومن ساعة الحادثة دي الأبقار والحيوانات بدأت تختفي يوم ورا التاني، وفي كل مرة بيلاقوها متقطعة حتت، وطبعا كل السكان بيشكوا في أبوها فبيروحوا لها وبيقولوا لها احنا عاوزينه يلبس السلاسل دي، احنا مش شاكين فيه ولا حاجة لكن ده أمان ليه ولينا. وفكروها إن هو ليه أطفال كتير على القرية دي بس لازم تقدر خوفهم. وحاجة أخيرة بالنسبة للأطفال فما عادش ينفعوا يفضلوا هنا، المرة دي بيخسروا شوية أبقار لكن محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل ليهم. وبالفعل بياخدوا الأطفال وبينقلوهم على ميتم تاني بعيد لمصلحتهم، وبكده بيكون مفاضلش غير شال وأبوها. وفي الليل شال بتسمع صوت عالي جدا جاي من الغابة وبتطلع تجري عليه، والصدمة اللي بتشوفها هانك وهو ماسك المسدس وبيقتل أبوها قدام عينيها، وبعدها بياخد بعضه وبيمشي. وبتفضل شال تبكي على فراق أبوها وهي مش فاهمة ايه اللي حصل. وبعد فترة بتسيب الميتم وبتقرر انها تدور على الشخص ده وتنتقم منه على قتل جون، وبتفضل تدور عليه من مدينة للتانية ولكن بدون اي فايدة لحد ما بتشوفه قاعد في مكان، وساعتها من غير تردد بتطلع البندقية وبتضربه بالنار، بس هانك بيقوم عادي ولا بيحصل له اي حاجة. وبعدها بيشيل شال وبيطلع يجري بيها على مكان فاضي وبيقول لها انت مين وعايزة ايه، وشال بتعرفه انها تبقى بنت جون الشخص اللي هو قتله، وبتسأله انت ازاي ما متش، انا ضربتك في مكان مميت. وقبل ما يرد عليها بيسمع هانك صوت الشخص اللي مستنيه وبيقول لها داني وصل، خليكي هنا لو انت خايفة على حياتك. فبتقول له مين داني؟ فبيقول لها واحد من المستجدين زي ابوكي وزيي. وبيروح عند داني وبيكون لسه سارق بلد جنبهم وراجع بالفلوس وايده مليانة بالدم، وبيجرس على سكان المدينة وبيقول لهم لو بان كل ده المدينة هتبقى غنية. وساعتها هانك بيوصل له وبيقول له الفترة الأخيرة كان في حالات سرقة لتجار ماتوا على ايد شخص ضخم، وانا عارف ان انت اللي عملت كده يا داني. وبيطلع السلاح وبيقول له فاكر القسم بتاعنا؟ ولسه هيقتله لكن شال بتقف قدامه وبتقول له هتقتله زي ما قتلت ابويا؟ هو انت شفته وهو بيسرق ولا انت ماشي تقتل في الناس من غير اي دليل؟ بس في الوقت ده داني بيتحول لوحش وبيهاجمها، ولولا ان هانك على اخر لحظة بينقذها كانت هتموت. وبيكمل داني كلامه بيقول له التجار الجشعين دول هم اللي رفضوا يدوني الفلوس، عشان كده قتلتهم ولو وقفت قصادي هقتلك. ولكن هانك بيبقى واقف على كتفه وبيقول له انت اتغريت في نفسك يا داني. وبعدها بيطلع رمحه وبيرميه في جسمه وبيجيب المسدس وبيحطه عليه وبيقول له انت كنت اطيب واحد فينا، وبيبدأ يفكر في ذكرياته معاه. وداني في الاساس كان منضم للحرب علشان يساعد مدينته الفقيرة وكان نفسه الكل يعيش حياة سعيدة حتى لو كان هيضحي بنفسه. وساعتها داني بيقول له انا عملت اللي عملته علشان عيلتي، كان نفس الكل يبقى عايش حياة سعيدة. وبيبكي وبيقول له هو كان فايدته ايه اصلا في الحرب اللي دخلها. وساعتها هانك بيقول له انا اسف وبعدها بيقتله. وشال ساعتها بتبقى مصدومة ومش عارفة مين اللي على حق، فبتطلب من هانك انها تيجي معاه لاخر مشوار علشان تحكم عليه يا ترى هو كان على حق في قتل اصحابه المستجدين ولا لا. وبالفعل شال بتبدأ رحلتها مع هانك وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمدينة رجاهيل الباردة اللي الحرب فيها عمرها ما بتنتهي.
وده طبعا بسبب ان في واحد من المستجدين عايش فيها. وبيدخلوا المدينة وبيتفاجئوا بحجم القلعة الكبيرة اللي موجودة في نصها، وهناك بيقابلوا إليزيا اللي بتعرفهم ان اللي بنى القلعة دي هو المستجد مينا، وبناها باستخدام ايده. بس بتقول لهم انا سمعت ان مينا ماهر في البناء لدرجة ان هو قدر يبني قلعة وسط ساحة المعركة في 3 ايام بس. وبعد نهاية الحرب رجع على بلده وبدأ يبني القلعة دي. بس القلعة دي كل يوم بتكبر اكتر من اليوم اللي قبله، وفي كل يوم بتوصل لتدمير المباني القريبة منها. ولو الوضع ده فضل كده فالمدينة كلها هتتحول لقلعة عملاقة. وفي وسط كل ده بيبدأوا يسمعوا صوت صراخ، وبيبقى مينا اللي خرج وبدأ يزعق فيهم وبيكلمهم عن الحرب، وبيقول لهم ان الحرب قربت وانا لسه ما خلصتش. انتم ازاي نسيتوا اللي عملوه فينا؟ اصحابنا اللي ماتوا واولادنا اللي اتسرقوا. انتوا لازم تبنوا الجدران معايا واقفلوا البوابات وجهزوا اسلحتكم واستعدوا للحرب. وبعدها إيزيا بتقول له ان دي بقت حياة المواطنين اليومية اللي عايشين هناك، ومينا جوه الحرب وهانك بيروح يستعد علشان يدخل للقلعة. وبالليل بيبدأ يتحرك وشال كالعادة بتروح معاه، وبيفضلوا ماشيين جوه القلعة وبيتصدموا من عدد الجثث والناس اللي ماتوا اثناء محاولاتهم لدخول القلعة. وبسبب المنظر ده شال بتتوتر وبتلمس الفخ، لكن هانك بينقذها في اخر لحظة وبيقول لها امشي في المكان اللي انا بمشي فيه. وهما ماشيين هانك بيبدأ يحكي لها عن مطرس، وبيقول لها المستجد ده هو سيو، وكان في الاصل شخص جبان كان بيخاف حتى من خياله. وفي مرة من المرات وقت الحرب كان سيو عمال بيترعش من الخوف وقال لي انا خايف يا قائد، انت ازاي مش بتخاف من الحرب؟ انا مش عايز اموت زي الناس دي. فقال له هانك بالعكس انا كمان خايف، بس بحاول اجهز كل حاجة قبل المعركة علشان اقدر اتغلب على خوفي، وانت كمان لازم تعمل كده يا سيو. ومن ساعتها بقى سيو هو اسطورة في القتال وبنى الحصون، وانا اللي علمته كده وعلشان كده لازم اتحمل المسؤولية. وبيوصلوا بعدها لبوابة القلعة وهانك بيقول لها من اول هنا وانا اللي هكمل لوحدي. وبيدخل هانك وبيقفل وراه البوابة، وفجأة إليزيا بتوصل وبيقول لها انها لازم ترجعها لان هانك كان متوقع انها مش هتسيبه، وعشان كده هو طلب منها انها تيجي وراهم وترجعها. لكن شال بترفض وقالت لها انها محتاجة تعرف الحقيقة. فإليزيا بتقرر انها تساعدها وبتقول لها اكيد في مفتاح للبوابة، وفعلا بيفتحوها. ومن الناحية التانية هانك كان وصل لمكان سيو، وسيو اول ما شافه بيقول له بفرحة انت جاي تساعدني يا قائد؟ مفيش ولا عدو قدر يخترق القلعة دي. بس هانك بيطلع السلاح وبيقول له انا مش جاي اساعدك، انا العدو وجيت علشان اقتلك يا سيو. ساعتها سيو بيتصدم وبيقول له حتى انت يا قائد؟ انا كنت شايفك حليفي بس انت خنتني. وبيتحول لوحش وبيبدأ القتال، ووقتها هانك بيبدأ يهجم عليه، وسيو بيرد وبيبدأ يشغل الفخاخ اللي كان مجهزها، وبيقول له انت اللي علمتني اكون دايما مستعد لاي معركة يا قائد. وبسبب الفخاخ دي القلعة بتبدأ تنهار، وساعتها هانك بيقع على الارض وشكلها كده كأنها نهايته. وسيو بيكمل ضرب لكن بيتصدم لما هانك بيصد الضربة بايده اللي حجمها بيكبر وجسمه بيتحول لذئب ابيض. وبنعرف ان هانك مختلف عن باقي المستجدين وقوته مش بتظهر غير وقت الخطر. وبنعرف ان اسمه الحقيقي هو هورلو. وقتها هانك بيهاجمه وبيجرح سيو، واول ما سيو بيشوف دمه بيشغل كل الفخوخ اللي حواليهم، لكن هانك بيتفاداها كلها وبيديله ضربة بتخلص عليه. وفي الاخر هانك هو اللي بيفوز عليه وبيتكلم مع سيو، فسيو بيقول له خلاص مفيش خوف، دي اول مرة في حياتي احس ان انا مش حاسس باي حاجة. ساعتها هانك بيرد عليه بحزن وبيقول له دلوقتي تقدر ترتاح يا سيو. في الاوقات دي شال كانت بتتفرج على موت سيو وكانت بتفكر وبتقول يا ترى كان ايه اخر كلمات قالها ابويا قبل ما يموت. وعلى الناحية التانية بنشوف موكب وهو ماشي على جثة واحد من المستجدين، وبنعرف بقى ان اللي عملوا كده هم فرقة جديدة اللي تم تجنيدهم لقتل المستجدين، واسم الفرقة كوب دي كلاس وقائدهم كلاود. وفي الوقت ده واحد من اتباعه بيجي وبيقول له مش هتبتسم شوية؟ بس كلاود بيقول له مش هبتسم غير لما اخلص على كل المستجدين. وبعد فترة عملاق مستجد بيظهر وبيبقى اسمه بيموس، ومن اول ما ظهر وهو عمال يتقدم ناحية الشرق، ولكن الجيش بيحاول يعترضوا طريقه وبيضربوه بالمدافع لكنها مش بتأثر فيه، وبيبقى كل هم المستجد ان هو يوصل للجسر اللي رابط بين الشمال بالجنوب، ولو اتدمر على ايد المستجد ده ممكن يسبب في بداية حرب تانية جديدة ولازم يوقفوه بأي تمن. ساعتها هانك بيقول لهم ان المدافع مش هتأثر على جسد بيموس الضخم، لان حتى المكان اللي بيتصاب فيه بيتجدد تاني وبيرجع اقوى من الاول، وكل ما جرحناه الموضوع بيبقى اصعب، لكن رغم كده بيكون في طريقة لهزيمته. وعلى الغروب هانك والباقيين بيستعدوا لقتله، وبالفعل بيموس بيظهر قدامهم والكل بيتفاجئ من ضخامته، بس هانك بيكون عنده خطة وبيخلي
الجنود يشغلوا المدافع وبيفضلوا يهاجموه بدون توقف. ساعتها هانك بياخد الرمح بتاعه وبينطلق عليه، لكن بيموس خلال الحرب اتصاب باصابات كتير وجسمه بقى صلب لدرجه بتمنع المدفع حتى ان هو يخترقه، ما عدا ظهره اللي بيكون محمي من الهجمات. وبالفعل هانك بيلف من حواليه وبيغرز رمحه فيه من ظهره، وده اللي بيفقد بيموس قوته وبيخليه يقع على الارض. والجنود بعدها بيجيبوه بحبال وبيربطوه في الارض علشان يمنعوه من التقدم لحد ما يشوفوا ازاي هيقتلوه. وفي ناحيه تانية بتوصل إليزيا بتقرير غريب ان اللي بيموس طول الوقت بيتجنب المدن والاماكن اللي فيها ناس، ومعنى كده ان هو لسه محتفظ بجزء من انسانيته. فبتروح ليه شال وتتكلم معاه وتقنعه ان هو ما يتقدمش، لكنه بيتجاهلها وبيفضل يبص على الطريق. وتاني يوم محافظين الجسر الحقيقي بيوصلوا، والجيش بيكون لسه ما خلصش على الوحش ده، فبيقولوا لهم ده علشان لانهم لسه مش عارفين هيقتلوه ازاي، لكنهم رابطينه علشان يمنعوه من التقدم ويحافظوا على سلامة الجسر. وبسبب قدرة بيموس على التجدد وجسده الضخم هيبقى صعب نقله جنب الجسر، علشان كده الخطة هي نفجر الوادي ونقطع طريقه وبعدين نتأكد من سلامة الجسر ونخلص عليه. لكن الكلام مش عاجب المحافظين، فبيقولوا لهم لما معاكوا عدد كفاية من المتفجرات طب ما تستخدموها عليه، ولو انتوا مش عارفين احنا هنعرف. ساعتها هانك بيفهم انهم شوية جهلة وبيقول لهم ان دي خطتنا واحنا مش هنغيرها، وبياخدوا بعضهم ويمشوا وبيبداوا ينفذوا الخطة. وهانك بيطلب من الجندي ان هو يحط شوية متفجرات ورا الجسر، والجندي بيستغرب وبيقول له ان ده عكس الخطة، بس هانك بيقول له ان ده للاحتياط. وبعدها بتيجي شال وبتسأله عن طبيعة شخصية بيموس. ساعتها هانك بدأ يحكي لها عن بيموس وبيقول لها ان كان اسمه ارتي وكان قليل الكلام، وبغض النظر عن خطورة المهمة كان شجاع ودايما بينفذ الاوامر في صمت، ونادرا لما كان بيتكلم عن احلامه واهدافه. بس حتى لو كده ده ما بيغيرش حاجة، وانا جيت هنا علشان اقتله مش علشان انقذه. ومحافظين الجسر الحقيقي بيبعتوا شوية ناس علشان يفجروا الجسر ويخلصوا عليه، بس في الوقت ده بتحصل مشكلة مش في الحسبان، والمتفجرات اللي هم حطوها عصبت بيموس اكتر وخلت بيموس يخرج عن السيطرة، وبيفك الحبل وبيدوس عليهم وبعدين بيبدأ يتجه ناحية الجسر. وقتها كل الناس بتصحى وهانك بيقول لهم ان في تغيير في اللحظة دي وانهم هيخلصوا عليه دلوقتي. بس بيموس بيبدأ يقرب من الجسر وهانك بيقلق وبيحاول يوقف تقدمه، وبيحاول يستخدم قدراته الجسدية بس ده مش كفاية، وبيحاول بيموس يدوس عليه بس هانك بيقدر يهرب منه وبيقدر يوقعه فعلا. وساعتها الجنود بيشغلوا المتفجرات وبيقع الجرف على الوحش، والمتفجرات بتخليه اقوى بكتير حتى هانك مش قادر يتصرف مع وحش بالحجم ده لوحده. ووقتها هانك بيترجاه وبيقول له ما تدمرش السلام اللي احنا دافعنا عنه يا ارتي. وفي اللحظة دي المتفجرات اللي هانك كان حاططها بعد الجسر بتتفجر، وساعتها منظر المحيط بيبان قدامهم، وبيموس اول ما بيشوفه بيقف في مكانه ومن جمال المنظر بيقعد يبكي، وبعدها بيموس بيقع ميت. وساعتها هانك بيتكلم مع شال وبيقول لها ان ارتي كان بيحب الرسم وكان دايما حلمه ان هو يشوف المحيط ولو مرة واحدة، علشان كده هانك دمر الجزء اللي ورا الجسر لان هو اللي كان مخبي الرؤية عن المحيط. لكن هانك بيحس بالحزن وبيقول لها ده ما غيرش حاجة، في النهاية انا اللي قتلته. ووقتها شال بترد عليه وبتقول له بس انت حققت له حلمه قبل ما يموت ودلوقتي اكيد هو حاسس بالسلام. وفي اليوم التاني بيجي هانك بتقرير مهم انهم لقوا راجل يطابق مواصفات الشخص اللي حرر المستجدين وسابهم في كل مكان، وبعدين راحوا على مدينة البخار وبيقابلوا إليزا وبتقول لهم ان الفترة الاخيرة كان في اشاعات كتير منتشرة عن وجود شخص بيظهر في المدينة بالليل، واحنا متأكدين ان الشخص ده هو كين. وبيروحوا يحاولوا يجمعوا اي معلومة عن الشخص ده، لكن اهل المدينة اول ما بيعرفوا انهم من الجيش بيرفضوا انهم يساعدوهم، وده لان اغلب سكان المدينة عايشين في الاحياء الفقيرة. ومع بداية الحرب انتشرت الجرايم وناس كتير خسرت عيلتها، وده اللي خلى الناس تكره افراد الجيش، فبيقرروا انهم يروحوا يرتاحوا وبكرة يكملوا البحث. وفي الناحية التانية بنشوف بنت بتجري وبتحاول تهرب من شيء مخيف وبيبقى وحش غريب بيطلع من وراها وبيهاجمها، وبيبقى في ولد شاف اللي حصل ساعتها وبيلاقوا جثة البنت دي متعلقة في عمود المدينة. ساعتها هانك اول ما بيشوف الجثة بيعرف ان اللي عمل كده من صنع كين. وفي الوقت ده الواد اللي شافها امبارح بيجي وبيقول لهم ان هو عارف القاتل، بس محدش بيصدقه لانه معروف في المدينة كلها ان هو متسول. ووقتها هانك بيروح له وبيقول له قول لي كل اللي تعرفه. وساعتها الولد بياخدهم على مكان وهي كنيسة دينية علشان كده محدش بيدخل عليها، بس هانك بيتأكد من كلام الولد ده وبيقول لهم ان اللي عمل كده مستجد وهو اسمه كينز، وده كان شخص عنده حس قوي بالعدالة، وفي ظل مصاعب الحرب كلامه كان دايما بيحفظ الرحمة القتالية. والواد بيبقى كاره
جدا افراد الجيش وبيبقى عارف ان هو مش هيجي من وراهم خير. ولما هانك بيحاول يعرف السبب الولد بيسيبهم وبيروح يجري. وساعتها شال بتقول لهم انا هروح ادور عليه، ما ينفعش اسيبه لوحده. وشال بتلاقي الولد وبتحاول تكلمه لكنه بيقول لها هو ابوكي وامك معلموكوش حاجه؟ الناس دي من الجيش انت ازاي ماشيه معاهم؟ بس شال بتقول له علموني بس للاسف هم ماتوا دلوقتي وابويا كان مستجد وهانك اللي قتله. ساعتها الولد بيتاثر وبيقول لها طيب مش المفروض تنتقمي ليه؟ بس شال بتقول له انا كنت بكرهه في الاول بس بعد ما مشيت معاه وشفت بعين المستجدين وهم بيموتوا واحد ورا التاني ساعتها فهمت ان مفيش حد غلطان وكل واحد عنده عدالته وصراعه الخاص. والمستجدين دول مش وحوش ولا حتى ابطال، دول زينا واحنا مجرد بشر ماشيين على نفس الطريق. وفجأة شال بتشوف اندي وهو بيسرق تفاحة وساعتها بتحاول تمنعه، لكن لما بتشوف ايده بتعرف ان هو بيعاني من الجوع من ايام. وبيقول لها اندي ساعتها انا كمان امي اتقتلت على ايد المستجدين، وبالرغم ان عارف انها عملت حاجات كتير غلط ولكنها ما كانتش تستاهل ابدا تموت بالطريقة دي، علشان كده انا لازم اقتل الوحش. وفي اللحظة دي الوحش بيظهر فبيقول له اندي انا شفت جريمتك وده ميعاد الحكم عليك وانت هتدفع ثمن الجريمة دي بحياتك. ووقتها شال بتحاول تحميه لكن الوحش بيقول لهم انا بقتل الناس دول علشان احميهم من خطاياهم، ولو انتم مصممين تحموهم بقى هعتبركم شركاء معاهم في الذنب. وفجأة بيهاجمهم ولسه هيقتلهم ولكن في اللحظة دي بيدخل هانك وبيضربه بالنار بس مش بتأثر فيه. وساعتها الوحش بيقول له انت جيت علشان تقتلني يا قائد، ودي مشكلة في الحالة دي بقى انت كمان مذنب، بس انا هستناك في الكنيسة بالليل لو انت عاوز تقتلني. وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبالليل كين بيروح للوحش وبيقول له ان هو معاه هدية ليك وبيقول له ان الرصاصة دي هتساعدك في تنفيذ العدالة بتاعتك، تقدر تستخدمها زي ما انت عايز. وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت ده هانك كان بيلبس بس قبل ما يمشي بيقول لشال لو ما جيتش قبل الفجر هربي من المكان ده كله. وبعدها بيتوجه للكنيسة وبيفضل ماشي فيها ومرة واحدة النور بيشتغل وبيتصدم من منظر الضحايا اللي متعلقين على الجدران. وبيقول له ايه رأيك كنت عاوز اوريك المنظر ده، هي دي العدالة بتاعتي. وساعتها هانك بيغضب جامد وبيهاجمه ولكن بيطلع مجرد تمثال وبيهاجمه كراجل من ظهره. وفي نفس الوقت ده شال بتصحى ومش بتلاقي بندقيتها فبتعرف ان اندي اخدها وراح بيها على الكنيسة علشان ينتقم لموت امه. في الوقت ده كان القاتل وهانك وكراجل شغال بكل قوته بس كراجل بيقول له مش هتعرف تفوز يا قائد. وبيبدأ يفكر في الماضي وبيقول له انا كنت مناسب للحرب، عملت كل اللي كان لازم يتعمل علشان ننتصر، قتلت كل الغزاة وجبت السلام للاتحاد الشمالي هنا، ووقتها كانت دي العدالة بالنسبة لي. وبعدين جالي امر بوقف النار وان الحرب خلصت. ازاي الحرب خلصت واحنا لسه ما انتقمناش؟ كل الظلمة لسه عايشين وبيتنافسوا، طب واللي ماتوا وجسمي اللي بقى كده اعمل بيه ايه؟ وساعتها فهمت ان الحرب خلصت قبل ما نحقق العدالة الحقيقية. ووقتها هانك هجم عليه وقدر يثبته ولسه هيقتله ولكن في اللحظة دي توفر بدأ يضحك وبيطلع مسدسه وهوبا ضرب هانك. وبسبب الرصاصة بتاع كين هانك خسر تحوله ورجع لشكله الطبيعي. وساعتها هانك بيتصدم وبيقول له الرصاصة دي جبتها منين؟ بس توفر بيقول له عاوز اسألك سؤال، عمرك فكرت احنا ليه اخدنا الاجسام دي؟ المهمة بتاعتنا كانت اننا نستخدمها في تحقيق العدالة. وساعتها هانك قال له انت غلطان يا توفر، ومجرد ما تخسر انسانيتك بتبقى وحش مش اكتر ومحدش هيعرفك باسمك تاني يا توفر. وفي اللحظة دي توفر افتكر اول ما جه المدينة بعد الحرب وشاف الجرايم والفساد وكان قاعد وشاف واحد حرامي وهو بيجري فراح له وقال له انت هربان من الجريمة علشان انت مش عارف يعني ايه عدالة، ولو انت مش عارف انا ممكن اشرح لك، ما تخافش بس انا عايز اتكلم معاك. بس الواد خاف منه وناداه بالوحش. ودي بقى كانت اول ضحية لتوفر. وساعتها فهمت ان دي كانت العدالة اللي كنت لازم احققها من الاول. ومن اللحظة دي اتحولت للشخص اللي هو عليه دلوقتي. وفجأة ظهر اندي ومعاه البندقية وبيقول للوحش قاري انا جيت علشان انتقم لامي. ومرة واحدة بتيجي شال وبتحاول توقفه بس مفيش فايدة وهو بيفضل يتكلم عن العدالة ويقول لهم ما تقلقوش، انا عارف انكم بتتعذبوا بسبب جرايمكم وعشان كده انا هكون الشخص اللي يحرركم. ولسه هيقتلهم بس هانك بيدوس على نفسه بكل قوة وبيشيل الرصاصة من جسمه بسرعة وبيهاجم الوحش وبيخرج قلبه بكل قوة. وقتها توفر قال لهانك انت ما عندكش عدالة يا قائد. وساعتها حالة هانك كانت مجهدة حرفيا وقوة الإصابة بتنهار من كتر الإصابات اللي خدها. وفجأة بيظهر من وراه كين وأول ما هانك بيشوفه بيغضب بس كين بيقول له عدوتنا كبرت من آخر مرة اتقابلنا فيها، بس ايه إحساسك وانت بتاخد الرصاصة للمرة
للمرة التانية. ووقتها شال كانت بتحاول تتحرك، بس بيجي واحد من المستجدين وبيفقدها الوعي، وكين بيكمل وبيقول له انا جيت علشان اديك الدعوة دي، ولو انت عايزني تعالى في الموقع اللي مكتوب في الرسالة. وبيسيبه وبيمشي، وساعتها هانك بيغمى عليه. وبعد كام يوم هانك بيفوق وبيلاقي قدامه بندقية شال، واندي بيدخل عليه وبيقول له لازم نتحرك بسرعة قبل ما وحوش الدول يعملوا حاجة في شال. فهانك بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش انا هنقذها. اما شال في اللحظة دي فبتصحى هي كمان وبتلاقي بنت غريبة حواليها، بتبص لها البنت وبتقول لها انت كمان عيونك زرقاء زي إيلين. وبعدها بنت تانية شبه العنكبوت بتدخل عليها وبتقول لها ما تخافيش احنا مش هناكلك. فشال بتسألهم انتوا ليه خطفتوني؟ فالبنت بتقول لها انت مجرد طعم علشان نستدرك هانك. بس شال بتقول لها ومين قالك ان هو هيجي ينقذني؟ مفيش سبب يخليه يجي. فالبنت بتقول لها ما تقلقيش هو هيجي. ومن الناحية التانية الجيش بيوصل مع فرقة كوب دي كلاس، الفرقة اللي بتصطاد المستجدين، وبيلاقوا جثة المستجد كراجل وبيعرفوا ان هانك هو اللي قتله. بس النائب بيجي وبيقول لكلاود انهم ما لقوش اي معلومات عن كين. ساعتها القائد بيغضب وبيقول دوروا كويس، مش عايز اي معلومة تفلت منكم حتى لو كانت صغيرة. وبعد كده بيروحوا يفحصوا جثث الضحايا اللي ماتوا على يد كراجل. وساعتها كلاود بياخد باله من حاجة مهمة جدا، بيلاقي ان في ضحايا عليها اثر عضات غريبة كأن وحش عضتهم من كل ناحية، ودي مش طريقة كراجل في القتل. وبيكتشفوا ان من ضمن الضحايا واحدة كانت مراته، واتجمدت في نفس اليوم اللي ماتت فيه. بس الغريب ان مفيش عليها اي علامات وسبب موتها مش معروف. بس كلاود بيروح يبص على جثتها وبيلاقي عليها اثر عض، وبيقول ان دي من شغل كين. الست دي ماتت علشان كين لعب بيها بقدراته وخلاها تقتل جوزها، ولو ده حقيقي يبقى اكيد كين لسه موجود في القصر بتاعهم. وبيأمرهم يجمعوا القوات ويحددوا مكان القصر، وبيقول لهم هدفنا هو كين اللي حرر المستجدين. وبيقول مع نفسه كين موت هاوس، انت العيب الوحيد اللي في عيلتنا يا كين. في نفس الوقت هانك وصل لمكان حفل كين، ولما بيدخلوا بيلاقي جوه عدد كبير من النبلاء واثرياء البلد. بعدها كين بيدخل عليهم والكل اول ما بيشوفه بيسقف له، فبيرحب بيهم وبيقول لهم في البدايه عايز اشكركم لحضوركم الحفل بتاعي، وانا عارف ان كل اللي موجودين هنا ناس عندهم نظره واسعه ومتفقين مع افكاري. بس زي ما انتوا عارفين فالحرب دي في الاساس قامت لان الاتحاد الشمالي حاولوا يحتفظوا بارباح معدن الطاقه لنفسهم، ومش بس كده حتى كمان الجنوب حاولوا يتاجروا مع البلاد التانية، وطبعا بسبب كده الاقتصاد انهار. والحكومه استخدمت الموضوع ده حجه علشان تنهب ثروتنا، واكتر ناس اتضروا في الموضوع ده هم انتوا. وبعد ما نهبوا كل ثرواتنا قاموا بانهاء الحرب، وده اللي خلاكم تخسروا فرصه انكم ترجعوا ثروتكم. حتى احنا المستجدين ضحينا بنفسنا وفي الاخر عملونا زي الحيوانات وعايزين يقتلونا، بس احنا مش لعبه في ايد الحكومه. وفي اللحظه دي المستجدين بداوا يدخلوا على الساحه، وده الوقت علشان نكمل الحرب دي. ساعتها كل اللي موجودين بيهتفوا باسمه، بس واحد من الاثرياء حاول يتكلم مع واحد من المستجدين، ولكن في اللحظه دي المستجد سحقوا في الارض والكل اتصدم. فكين قال لهم صحيح انا نسيت اقول لكم ان خلاص دوركم انتهى. وفي اللحظه دي جميع المستجدين بيهجموا على كل اللي موجودين، بس كين بيقول له فاكر لما إيلين قالت ان كل المستجدين هيخسروا انسانيتهم علشان كده لازم نموت؟ بس ليه لازم نموت؟ فكر فيها يا هانك، الناس اللي احنا ضحينا بحياتنا علشانهم هم نفسهم اللي صنعونا واستغلوا قوتنا على قد ما يقدروا، ومجرد ما انتهت الحرب اعتبرونا وحوش وبداوا يقتلونا بدون اي رحمه. فين الانسانيه في كده؟ انا مستحيل اتقبل ده. حتى لو شكلنا اتغير فمن حقنا نعيش زي ما احنا عايزين. ووقتها هانك قال له بقى علشان كده عايز تبدا حرب جديده؟ فكين بيقول له في يوم من الايام هتفهم قصدي. بس هانك بيرفض المبدا كله، وعشان كده كين بيدي امر للمستجدين بالهجوم، وبالفعل بيحاصروا هانك. ولكن في اللحظه دي فريق كوب دي كلاس بيهاجم عليهم، والفريق بيحاصر المستجدين وبيربطهم بالحبل، وبعدين بيخلص عليهم باستعمال المدافع. وساعتها هانك هو كمان بيجيب رمحه وبيفضل يقتل فيهم، والقتال حرفيا شغال والكل عمال يقتل في بعضه. وكلاود بعدها بيروح لكين وبيقول له انا جيت علشان اخلص عليك يا اخويا. وقتها كين بيقول له بقى اخوك الصغير هو اللي هيوقفني؟ في الوقت ده اتباعه بيظهروا وبيستمر القتال بينهم. بعدها هانك بياخد رمحه وبيطلقه على كين، ولكن برضه اتباعه بيظهروا وبيعترضوا طريقه. وفي اللحظه دي قذيفه مدفع بتخترق جسم كين، وهانك كمان بيستغل الفرصه وبيغرز الرمح فيه، وبعدها بيفجر جسمه كله وبيفتكر الكل ان كين انتهى. ولكن في حاجه غريبه بتحصل، كين جسمه كله بيرجع من تاني، وهو ده ملك الدم والليل مصاص الدماء كين. ساعتها كين بيقول لهانك انضم ليا يا هانك، مع بعض احنا هنقدر نحتل العالم. ولكن طبعا
طبعا هانك بيرفض، فكين بيقول له براحتك، في الحالة دي انت اللي هتموت، وبيطلع المسدس وبيقول له انا هاخد منك كل حاجة. فهانك بيتجنن وبيجري عليه، ولكن المستجدين بيوقفوه، بس هانك بيرفض الاستسلام وبيحاول ينقذ شال، ولكن المستجدة العنكبوت بتثبت حركته بالخيوط، ومرة واحدة كين بيضرب بالنار على شال، وهانك ساعتها بيفتكر اللي حصل، وان دي تاني مرة يشوف نفس المشهد ده قدام عينه. وفي اللحظة دي هانك الغضب بيجننه وبيفقد السيطرة على نفسه، وساعتها هانك بيتحول لشكله الحقيقي ضخم جدا ومرعب، وكل اللي واقفين بيتخضوا من المنظر، وكين بيكون مبسوط ان اخيرا هانك استجاب لطبيعته كوحش. وساعتها هانك بيقفز قفزة واحدة بيوصل بيها للقصر، ومرة تانية وبيوصل على المدينة، وبعدها بيدمرها وبيختفي. وتاني يوم الكل بيبقى مش مصدق كمية الدمار اللي هانك سببها، والمدينة اللي تقريبا بتبقى مش موجودة بعد اللي هانك عمله، والحكومة جردته من رتبته وجاري البحث عنه من اجل محاكمته. وبنرجع تاني لشال اللي بتكون لسه عايشة لانهم قدروا ينقذوها، وده لان الفستان اللي كين خلاها تلبسه كان بيحتوي في الاساس على مادة عازلة للرصاص، ومصنوع من خيط بيخص قدرة المستجدين، وده اللي منع الرصاصة من اختراق جسمها. وبعدها بينتشر خبر الدمار اللي حصل في المدينة، وده رعب المواطنين ورجع لهم ذكريات الحرب من تاني. ولكن الصدمة الأكبر كانت إن كين جمع كل النبلاء اللي ما كانش عاجبهم انتهاء الحرب، ومعاهم المستجدين، وأسس دولة جديدة وسماها دولة باتوريا الجديدة، وأعلن استقلاله عن دولة الأم باتوريا، وبدأوا يتوسعوا للشمال ويضموا البلاد المجاورة ليهم. وفي نفس الوقت ده الاتحاد الشمالي بعد ما عرفوا اللي حصل قرروا إنهم يستعدوا للحرب، وخافوا من المستجدين اللي لسه موجودين إنهم ينضموا لكين، فقرروا إنهم يخلصوا عليهم. وعلى الناحية التانية بعد اللي حصل لشال قررت إنها ترجع للقرية بتاعتها، وبتروح تزور أبوها، وبتفضل تفكر إزاي طريقها بدأ مع هانك وإزاي انتهى. وبعد فترة شال بتتفاجئ بوصول الجيش على القرية ومعاه فريق كلاود، وده لأن في إشاعات منتشرة عن وجود مستجد بيعيش في الجبل. فشال بعدها بتروح لكلاود وبتطلب منه إنها تروح معاهم، وبيبقوا رافضين في الأول، ولكن بيقرروا ياخدوها لأنها من أهل القرية، فهي هتكون عارفة المكان كويس وهتساعدهم في البحث، وغير إنها مش هتخاف لو شافت مستجد. وبالفعل بتبدأ عملية البحث، ولكن مش بيقدروا يلاقوا حاجة. وبالليل كلاود بيروح يتكلم مع شال وبيعتذر لها على اللي حصل، والكلام بيجيب بعضه، وبتعرف شال إن رتبة كلاود هي رائد على الرغم إن هو لسه شاب، وده لأنه بقى ابن رئيس البلد، ومعنى كده إن كين هو كمان بيبقى ابن رئيس البلد. وبيقول لها إن بصفته رئيس كوب دي كلاس فأنا مسؤول إن أخلص على كل المستجدين وأهبتهم من العالم ده. بس المفاجأة لما بيسمعوا صوت، والصدمة كانت لما شافوا المستجد، واللي بيطلع إن هو أبو شال اللي المفروض مات، وبيبصوا على جسمه وبيلاحظوا إن هو خلاص بدأ يتعفن بالفعل. ساعتها شال بتجري عليه وبتحاول تتكلم معاه، ولكنه بيهجم عليها، ولولا إن كلاود على آخر لحظة بينقذها كان زمانها ميتة. وبعدها بيفضلوا يضربوه بالبنادق، ولكنه بيتجاهلهم وبيمشوا. ساعتها إليزيا بتعرفهم إن المستجد ده كان اسمه في الجيش جون، والمفترض إن هو مات على إيد هانك والجيش دفنه، بس إزاي لسه عايش. وقتها كلاود بيقول لهم في بعض المستجدين بيمتازوا بطاقة حياة عالية، وممكن تكون جسده تجددت ورجعت تاني للحياة، ولازم نخلص عليه بسرعة قبل ما يسبب دمار. ساعتها إليزيا بتقول لشال أحسن لك ترجعي على القرية وتحاولي تبعدي عن هنا، بس شال بترفض وبترد عليها وبتقول لها أنا لازم أواجه أي حاجة مهما كانت صعبة، وهو ده اللي علمه لأبويا. وساعتها إليزيا بتديها رصاصة خاصة بالمستجدين علشان تستخدمها وقت الضرورة، وبالفعل بيخلصوا التجهيزات وبتبدأ عملية اصطياد المستجد، وبيطردوه أول ما بيلاقوه بيضربوه بالنار وبيقع في فخ، لكنه بيعمل كرة تانية وبيحاول يهرب، بس بيقع في فخ تاني وجسمه كله بيتصاب. ورغم كده بيفضل التنين يتوجه ناحية القرية، وبيحاولوا يمنعوه، وكلاود بيضربوا ضربة وبيدمر له جناح من جناحاته. التنين بيرد عليهم بكرة نارية تانية وبيكمل طريقه. وفي الناحية التانية إليزيا وشال بيوصلوا للقرية وبيحاولوا يحذروا السكان، لكن خلاص كان المستجد وصل. ساعتها شال بتفتكر كلام أبوها لما قال لها جه وقتي علشان أضغط الزندة، تاخد البندقية وبتجري على أبوها علشان توقفه. وهي بتفتكر كلام هانك لما قال لها لازم نتخلص منهم قبل ما يتحولوا لوحوش ويأذوا الناس اللي بيحبوهم، ودلوقتي فهمت هو ليه كان بيعمل كده. وبتفضل تضرب المستجد بالرصاص وهي بتعيط، وبتفتكر ذكرياتها مع أبوها لحد ما بتضربه الطلقة الأخيرة، وقبل ما يموت بيمد إيده وبيمسح راسه زي ما كان متعود يعمل كده لما كان إنسان، وبعدها جسمه كله بيتحول لرماد. وفي اليوم اللي بعده شال بتروح تتكلم مع كلاود وبتقول له اسمحوا لي اجي معاكم، عايزه اقابل هانك للمره الاخيره في حاجه لازم اقولها له. ساعتها المساعد بيعترض لكن كلاود بيسمح لها، وبالفعل شال بتنضم للجيش وبتقضي معاهم 6 شهور لحد ما بيجي اليوم
يوم وبيوصل لهم خبر انهم لقوا هانك وكان موجود في القطب الجنوبي. ساعتها بيجهزوا نفسهم وبيطلعوا على هانك. في الوقت ده هانك بيكون عايش لوحده ولسه مستمر في تنفيذ خطته، وكل ما بيقابل مستجد بيقتله. وفي ليله وهو ماشي بيقابل واحد من المستجدين اسمه فايق، كان ماشي لوحده وواضح عليه ان هو بيحاول يتاسف على قتله للجنود اللي كانوا موجودين لانه كان جعان. بس هانك بيواجهه وبيقول له سامحني يا فايق، انت لازم تموت هنا. ووقتها هانك بيتحول لوحش، بس اول ما بيفتكر اللي حصل قبل كده وفقدانه للسيطره بيخاف ومش بيقدر يتحول تاني. وساعتها فايق بيهجم على هانك، لكن هانك بيمسك المتفجرات وبيحطها في بقه وبيفجره وبيخلص عليه. وبعدها بيكمل طريقه وهو بينزف وجسمه كله جروح ومليان دم. وفي الوقت ده واحد من اتباع كين بيطارد هانك وبيمشي ورا اثر الدم اللي هانك لسه سايبه. وساعتها هانك مش بيقدر يكمل وبيقعد على الارض وبيفقد الوعي، وبيبدا يحلم بكوابيس وبيشوف صحابه اللي قتلهم رغم انهم ما كانوش عاوزين يموتوا. وبيبدا يحلم بكوابيس وبيشوف صحابه اللي هو قتلهم رغم انهم ما كانوش عاوزين يموتوا. وفجاه بيظهر جرم واحد من المستجدين وفي ثواني بيطير سلاح هانك وبيضربه. بيقول له انت ليه مش عايز تلتزم بالدعوه كده؟ ما ينفعش تبقى القائد ولو انت مش هتسمع الكلام فانا مضطر اقتلك. ووقتها هانك بيرد عليه وبيقول له انا كمان هقتلك لو خالفت قسمنا. ووقتها جرم بيضحك وبيقول له انت مصدق نفسك؟ كان زمانك ميت لولا اني تهاونت معاك. وساعتها هانك بيجري على سلاحه وبيحاول يهاجمه، لكن جرم كان اقوى واسرع بكتير. وساعتها هانك بيرمي المتفجرات وبيستغل الدخان علشان يهرب، لكن جرم بيقدر يلاقيه باستخدام حاسة الشم وبيقول له انا شامم ريحتك يا هانك، انت عارف كويس انك مش هتعرف تهرب مني. فهانك بيهجم عليه تاني بس جرم بيصد الهجوم وبيطيره وبيقول له بسخرية اتحول وقتلني كمستجد. لكن الاصابات بتكون زادت على هانك وبيغمى عليه في اللحظة دي. وساعتها جرم بيبص للشمس وبيقرر يسيبه وبيستناه لما بيفوق بالليل علشان يكون بكامل قوته. وفي الناحية التانية الجيش بيوصل للمكان وكلاود بيفقد الاتصال بإليزيا، والنقيب بتاعه بيقول له ان في حصن مهجور قريب ممكن نستخدمه ونرتاح فيه النهارده وبكره نكمل بحث على هانك. لكن كلاود بيرفض وبيقول لهم مفيش وقت للراحة، لازم نلاقيه بسرعة. وبيحاول يمشي لكنه بيقع من التعب ودرجة حرارته بتكون عالية فبيسيبه يرتاح. وبعد شوية كلاود بيفوق وبيلاقي شال جنبه فبيحاول يقوم بس هي بتقول له ما تقلقش، بعتنا مستكشفين يدوروا على هانك في كل مكان، اهم حاجة انك ترتاح دلوقتي. وبتقدم له الشاي وكلاود بيسألها انت ليه مصممة تدافعي عن المستجدين مع انك كنت مع هانك وشفت بنفسك الدمار اللي ممكن يعملوه؟ بس شال بترد ان في الوقت اللي قضيته مع هانك اكتشفت ان مفيش مستجد بيتمنى اللي حصل له، وكلهم كانوا نفسهم يعيشوا في سلام بس اضطروا يشاركوا في الحرب دي ويضحوا بإنسانيتهم. عشان كده مش عايز استسلم، واكيد في طريقة يتعايش بيها البشر والمستجدين مع بعض. وفي اللحظة دي بيوصل مساعد الفرقة وبيعرفهم ان في واحدة من الاستكشافات قدرت ترصد تحركات هانك، وده غير انهم لقوا مستجد تاني وكان في علامات على هانك انهم بيتقاتلوا مع المستجد التاني. فبيقول لهم كلاود طيب الكل يستعد حالا. اما هانك عمال يشوف نفس الكوابيس وبيشوف نفسه وهو متحول للهيئة الكاملة وعمال بيقاتل في كل اصحابه لحد ما في النهاية بيخلص على إيلين هي كمان. وبيصحى وهو بيصرخ فبيلاقي جرم قدامه وبيقول له ما دمت كويس يلا نكمل قتالنا. وساعتها هانك بيقوم وبيمسك رمحه وبيستعد للقتال. اما كلاود في الوقت ده كان بيشرح لهم الخطة ولكنه ما بيبقاش قادر يقف من التعب. ساعتها النائب بتاعه بيقول له انا اللي هتولى القيادة وانت هتفضل هنا ومعاك شوية من الجنود علشان يحموك. بس كلاود بيرفض وساعتها النائب بيصمم وبيقول له انت معركتك مش هتنتهي هنا، لازم تواصل القتال لحد ما تبيد كل المستجدين، علشان كده ما ينفعش تموت في مكان زي ده، خليك هنا ارتاح وانا بقسم لك ان هنفذ المهمة. وفي النهاية كلاود ما بيلاقيش قدامه خيار وبيضطر يوافق. وعنده هانك بيبقى عمال ياكل ضرب في كل حتة وفي وضع لا يحسد عليه. وجاره بيقول له لحد امتى هتفضل تقاتلني بالهيئة دي؟ حاول تقاتلني بهيئة الوحش. ولكن هانك بيتجاهله وبيطلع خنجر وبيفضل يغسله في جسمه، ولكن كل ده ما بيأثرش فيه. فبيرمي هانك على الارض وبيقول له انت بقيت ازاي ضعيف كده؟ واضح ان هانك اللي انا اعرفه انه خلاص مات مع الحرب، لحد دلوقتي لسه فاكر كلامك لينا، انت اللي قلت لنا ان احنا وحوش واننا مش مستجدين وبنمتلك ارادتنا وفخرنا، ولو كان كلامك ده حقيقي المفروض ننسى اننا بشر. ولكن هانك بيقول له انت غلطان، انت ما عندكش اراده وفخر دلوقتي يا روي، انت مجرد حيوان مش اكتر. وجرم ساعتها بيتعصب جامد وبيقول له خلاص هقتلك هنا، وبيغرس ايده في صدره وهانك بيفضل يصرخ من الالم. ومن تاني بيحس هانك بنفس الاحساس اللي حس بيه وقت موت شال. وفي اللحظه دي هانك بيفقد وعيه وبيتحول لوحش وبينزل يضرب جرم وبيعمل له اصابات في كل
كل جسمه، ولكن من تاني بيجيله نفس الكوابيس وبيفتكر صحابه وهم ميتين قدامه، فبيخاف وبيرجع الوعي ليه وبيتحول لبشري. بس جارم وقتها بيتعصب اكتر وبيمسك ايده وبيفضل يضرب فيه وبيقول له خلاص هو ده اخرك، للدرجة دي مش قادر تتقبل حتى نفسك ولا تتحول للوحش بتاعك، وبتقول انك هتقتلنا علشان تحافظ على كرامة الفرقة، وبيفضل يضرب فيه لحد ما خلاص كان هيقتله. بس في اللحظة دي فريق كوب دي كلاس بتوصل مكانه وبيهجموا بالبنادق، وواحدة من الرصاصات بتروح لحد هانك فبتسبب ان الجليد انفصل وبيقع على هانك من على الجبل. واخر حاجة شافها منظر شال وهي بتنادي عليه، وبعد كده بيصحى بيلاقي شال قدامه فبيقول لها ازاي مش المفروض ان انتي ميتة، فبتبدأ تحكي له على اللي حصل. ومن الناحية التانية جرم بيكون محاصر افراد فرقة كوب دي كلاس وكل اللي حواليه كان ضباب مغطيه، وبيبدأ ساعتها يفتكر ماضيه وكان اسمه روي، وكان زيه زي اي جندي تاني في مقاس الحرب، وكل يوم هو كان مش عارف هيعيش ولا هيموت، لحد ما جات له رسالة من الجيش بيقولوا له فيها ان هو عنده قوة مميزة. وبعد كده عملوا له العملية وروي قدر ينجو منها، وبعدها انضم هانكي للفرقة وبدأ يقاتل معاهم. وكان روي الشخص اللي كان بيحمي ظهر هانك، وكان قبل كل مهمة لما روي بيتردد في التحول هانك كان دايما بيقول له دي حاجة المستجدين بس اللي بيقدروا يعملوها، وده خلاه يحس ان هو مش مجرد جندي لان ده عنده فخر وإرادة. بس دلوقتي هانك اللي هو كان يعرفه ما بقاش نفس الشخص. وبنرجع للحاضر وروي بيحاول يرتاح بس الفرقة بتقدر تلاقيه، وجرم مش فاهم وبيقول ازاي كل مرة بيقدروا يلاقوني، وبيكتشف ان الفرقة معاها نظارات خاصة بتحدد مكان المستجدين. وساعتها جرم كان في وضع لا يحسد عليه، وبيجي الخبر لكلاود عن حالة اعضاء الفرقة فبيقول لهم انا هاجي معاكم انا ارتحت كفاية. بس إليزيا اعترضت وقالت له انت مش هتقدر تتحرك معانا بالحالة دي، فقال لها علشان كده هحتاج مساعدتك، الهدف دايما كان إبادة المستجدين بس المرة دي انا رايح انقذ اتباعي ارجوكي يساعديني. وبنرجع تاني لهانك بعد ما سمع اللي حصل وقلبه بدأ يرتاح شوية. وشال قالت له بعد ما قتلت ابويا حسيت باللي انت حسيت بيه لما قتلت اصحابك، وده اللي كنت عايزاك تعرفه. وقتها هانك بيبقى متدمر نفسيا وبيقول لها تفتكري اللي انا عملته ده صح، وتفتكري هم اصلا هيسامحوني ان انا قتلتهم، وكل اللي قتلتهم ما كانوش وحوش دول كانوا صحابي، الناس اللي قتلت معاهم وكانوا بشر، علشان كده كنت عايز ادفنهم وهم لسه بشر، وده القسم اللي احنا قطعناه بس عشان اوفي بالقسم ده انا قتلت صحابي اللي كانوا عاوزين يعيشوا، ومين اداني الحق ان اعمل كده؟ انا ممكن اكون بقيت وحش فعلا، ارجوكي اقتليني على الاقل اموت وانا لسه فاكرهم. لكن شال بترفض فبيقول لها انا رايح انهي الحدوته مع روي ومش عايز منك غير انك تفضلي تفتكريني يا شال. وفي نفس الوقت ده جرم كان بيفتك وبيقتل في الجنود، وبيمسك القائد بتاعهم وبيقول مهما كانت الفرقه قويه فهي هتنهار لو خلصت على القائد بتاعها. بس النائب بيضحك وبيقول له انت فاكر نفسك بتستهدفني؟ كل ده كان فخ، وفجاه اعضاء الفرقه بيظهروا حواليه وبيثبتوه في مكانه. والنائب بيقول له بسخريه لو اتضربت من المسافه دي اكيد الرصاصه هتصيبك، يا ترى انت هتقدر تستحمل؟ فجرم بيقول له يا مجنون انت كده هتموت معايا. وساعتها اعضاء الفرقه بيبداوا يضربوه بالنار، بس ده حتى ما كانش كفايه، وجرم بيقدر يفك الحبل ولسه هيقتل النائب بس كلاود بيتدخل وبيضرب عليه طلقه وبعدين بيديله واحده تانية. وقتها جرم بيستغل الفرصه وبيهرب. اما كلاود بيقول للنائب كنت عارف انك هتحاول تعمل حاجه مجنونه، بلاش تعمل كده تاني، مش ده الطريق اللي كنت عايز الفرقه تمشي فيه. في نفس الوقت ده جرم كان ماشي والدم سايح منه وبيقابل هانك في طريقه، وساعتها هانك بيقول له يلا بينا نخلص على بعض يا روي، حتى وانت في الحاله دي اظن ان انا اقدر اخلص عليك. بس جرم بيضحك وبيقول له جبان زيك مش هيقدر يعمل لي حاجه، جه الوقت علشان تختفي يا هانك. وقتها هانك نفسه بيقول له فعلا جه الوقت علشان اختفي انا كمان، انا عملت اللي عليا وخصوصا كنت لوحدي طول الوقت. وبيمسك القنبله وبيفكر ان هو يضحي بنفسه مع جرم، لكن شال بتظهر وبتنقذه وبتقول له انت بني ادم زينا يا هانك وانا متاكده من ده، ولو جه اليوم اللي تتحول فيه الوحش ساعتها انا اللي هقتلك وبوعدك، بس طول ما انت بشر كمل وعدك واصحابك لسه عايزينك. ساعتها هانك بيضحك وبيقول ده اللي كنت محتاج اسمعه، حد يامن بيا. وبيسترجع ثقته في نفسه وبيتحول لوحش وبيبدا يضرب جرم، وكل واحد بيدي للتاني ضربه قتاليه، حتى اعضاء الفريق كمان بيجي يتفرجوا وبيقولوا دي المعارك اللي بنحب نشوفها. اتنين مستجدين بيقتلوا بعض لحد ما في الاخر هانك بيوجه له ضربه قويه وبيخبطه في الشجره اللي وراهم.
يواجههم. وساعتها جارم بيقول له هو ده اللي كان لازم يحصل في ساحة المعركة، انت كنت النور بتاعي يا قائد. وهانك بيرد عليه وبيقول له انت ما تعرفش كنت مطمن قد ايه وانت بتحمي ظهري يا روي. وبعدها بيطلع المسدس وبيخلص عليه. ووقتها شال بتيجي تسأله هو روي كان عامل ازاي وهو بشر، فبيحكي لها انه اسمه كان ريكس واحنا كنا بنناديله بروي، وكان شخص بيحب الهزار وبيعرف يتكلم مع اي حد، وكان هو اللي بيعمل الجو الحلو في الفرقة. وفي اللحظة دي وبعد كده بتوبة فرقة كوب دي كلاس على هانك. وفي نفس الوقت وحدة الاستكشاف وصلت عند الحصن اللي بناه كين، ولكن وقت ما هما كانوا واقفين فجأة سهم بيخترق قلب واحد فيهم، ولسه كانوا هيهربوا ولكن فجأة الاسهم بتاعتهم بتبدأ تترمي عليهم واحد ورا التاني. واللي عمل كده طبعا هو واحد من المستجدين. وفي مقر القيادة بيوصل الخبر ساعتها للرئيس وبيقول لهم لو كين هيفضل يتقدم اكتر من كده فمفيش حاجة هتقدر تمنعه ان هو يحتل العاصمة، فلازم نشوف حل. وساعتها الرئيس بيصدر الاوامر للجيش وبيتحرك مكان تدمير الحصن. وعلى الناحية التانية كلاوب بيبقى مكتف هانك وبيحاول يحقق معاه وبيقول له فين مكان اصحابك وعاداتهم ونقط ضعفهم، ولكن طبعا ده من غير اي فايدة لان هانك ما يعرفش مكانهم. وساعتها كلاوب بيقول له في حاجة واحدة عايز اعرفها، ليه اخويا كين عمل كده وليه خلنا كلنا؟ انت صاحبه والمفروض تكون عارف. ولكن برضه هانك مش بيرد عليه. وشال ساعتها بتتدخل وبتقترح عليهم الاتنين يشاركوا لنفس الهدف. في نفس اللحظة دي النائب بيجي وهو كمان بيجي ومعاه اوامر من الرئيس وبيقول فيها ان هو لازم يتوجه لمنطقة كرايك. وهانك بيتعاون مع القوات اللي موجودة وبيساعدهم في تدمير الحصن وتدمير الدولة الجديدة باتوريا. وبيقابل فعلا كلاود وبيسمع كلام شال وإليزيا وبيتعاون مع هانك بما انه الوحيد اللي عنده علم بالقضاء على المستجدين، وبيلبسوه زي الجنود وبيخفوا حقيقته ان هو واحد من المستجدين. ولما بيوصلوا على المكان كلاود بيقابل العقيد مارتن، الشخص اللي مسؤول عن مهمة الاستحواذ على الحصن. ومارتن بيعرفهم ان قواتهم من ساعة ما جت هنا وهم في هجوم مستمر، والوحدة الاستكشافية ما بيقدروش حتى انهم يقربوا من الحصن. بمجرد ما بنقرب بيتم كنس قواتنا من حيث لا ندري. والغريب بقى ان العدو بيستخدم حاجة قديمة زي القوس والسهم. وساعتها هانك بيقول له يبقى انتوا كده بتتعاملوا مع المستجد كانتوروس، وده قناص سريع وماهر لدرجة تفوق الوصف، وكمان بارع جدا في الدفاع عن قاعدته، ولو حاولت تهاجمه بأعداد بسيطة هيخلص عليكم في ثواني. فالعقيد بيقول له تفتكر ايه اللي المفروض نعمله؟ فبيقترح هانك حاجة واحدة بس، ان من عند كانتوروس لازم يهاجم قاعدة العدو في الليل، وده علشان بيحب يرعب العدو، ودي استراتيجية هو بيحب يستمتع بيها. وبالفعل اول ما بيجي الليل كانتوروس بيشن هجوم ليلي مفاجئ وبيظهر فجأة وسط المعركة، فبيجري برمحه وبيطعن واحد من الجنود وبيبدأ يزعق بصوت عالي وبيهز المكان كله. وطبعا الجنود بتترعب وبيجروا، وفجأة هانك بيظهر من وراه وبيهجم عليه وبيقول له انت لسه زي ما انت لسه بتحب ترعب اعدائك. وساعتها ميليس بيرد عليه وهو بيضحك بسخرية وبيقول له انا فعلا ما اتغيرتش، عشان كده اي حد هيقف في طريقي برعبه، بالظبط كده زي الحرب اللي فاتت بس انت اللي اتغيرت. كنت فاكر ان انا بطل بس اول ما الحرب خلصت اعتبروني وحش وعاوزين يقتلوني. بصراحة مين العاقل هنا؟ كين علمنا اللي المفروض يتعمل وصنعنا بلد نحميها. وساعتها هانك بيطلع يجري وكانتوروس بيجري وراه، وساعتها كانتوروس بيدخل الفخ اللي كلاود محضره وكل اعضاء الفرقة بيضربوه بالنار. وساعتها هانك بيقول له انت لسه زي ما انت واثق في نفسك زيادة عن اللزوم وبتنسى تاخد حذرك ودي نقطة ضعفك. وبيقرر يقتله ولكن كانتوروس بيقف وبيفاجئهم وجسمه كله بيتعافى وبيرجع لطبيعته وبيقول ما تقدروش تلوموني على ثقتي، انا بقيت اقوى من زمان ودلوقتي ضرباتكم دي ولا ليها اي تأثير عليا. وبيطلع يهرب وبيقول لهانك هنتقابل تاني. وتاني يوم كانتوروس مش بيظهر وده بيديهم فرصة يجهزوا المدافع وبيقووا الدفاعات وبيحفروا الخنادق. ووقتها العقيد بيقول لهم هنهجم على الحصن اول ما التجهيزات تخلص، وبيبص لهم بنظرة ماكرة وبيقول لهم سمعت ان في مستجد تاني، بس اكيد العساكر كانوا بيتخيلوا من الرعب والعجوز اللي كان معاهم كان عارف الحقيقة بس ساكت لانه هو كان هيساعدهم في تنفيذ المهمة. وبيقول لهم انا هعمل كل اللي يتطلبه الامر علشان نوقع الحصن وهي دي المهمة اللي اتكلفت بيها. وبعد شوية عربية بتوصل للعقيد والجندي اللي معاها بيقول له دي جاية من مقر القيادة. واول ما العقيد بيشوف الرسالة بيضحك وبيقول لهم كده التجهيزات اكتملت وبيجي وقت المعركة وبتبدأ الحرب. وساعتها هانك بيستنى في مكان مستخبي وبيحمس الجنود والمدافع بتبدأ تضرب والحرب شغالة على اخرها وعدد القتلى والمصابين بتزيد كل دقيقة. ووسط ده كله هانك مستني ظهور كانتوروس وفعلا كانتوروس بيظهر وبيدخل ساحة المعركة
المعركة، وبيبدأ يقاتل في الجنود وبينشر الرعب بينهم، والفرقة بتحاول توقفه بس هو بيبدأ يحدفهم بالسهام، والفرقة بتحاول تهرب، لكن كل ده كان فخ علشان يستدرجوه وهو بيقع. وساعتها هانك بيرمي عليه رمح وبيفجر جسمه، ولكن ده حتى ما كانش كفاية علشان يموته. ساعتها هانك بيقول له مين كان يتخيل الطبيب المشهور اللي كان بينقذ مئات الأرواح يوصل لكده؟ بس كانتوروس بيرد عليه وبيقول له بالعكس يا قائد، الطبيب اللي جوايا انتصر لما اتحول لمستجد. وساعتها بيفتكر ماضيه وكان اسمه الدكتور ماليز، وكان جراح في الجيش، وكان بينقذ الجنود في ساحة المعركة، لكن للأسف كل مرة ينقذ فيها حد بيرجعه له تاني الجبهة، وتاني يوم بيلاقوه ميت. والموضوع ده بيفضل يتكرر، وكل مرة ينقذ حد بيرجعه له ميت. ومن ساعتها بيسأل نفسه مهما عملت ومهما تعبت كده كده هيموتوا، ايه الفايدة؟ لحد ما جات له رسالة من الجيش واتحول لمستجد وانضم للحرب، وبدأ يقاتل في العدو، لأن اللي كان بيعمله بينقذ الحلفاء كانوا بيشكروه. ووقتها كانتوروس بيقول لو أنا قتلت واحد من العدو يبقى أنقذت صحابي، وده اللي كان لازم أعمله من الأول. وكانتوروس بيلحق روحه وبيكمل في قتل الجنود، بس هانك كان بيقلع هدومه وبيتحول لوحش، وبيبدأ القتال بينهم. وفي نفس اللحظة دي العقيد بيتفرج على اللي بيحصل، وبيقول لكلاود ده قائد المستجدين مش كده؟ بس أنا مش هعترض على اللي انت عملته، لو عاوز تكسب المعركة دي لازم تخدع حتى حلفائك. وبيأمرهم يجهزوا السلاح السري وبيستعملوه أول ما بيديهم الإشارة. ووسط القتال كانتوروس بيتغلب على هانك، ولكن هانك بيمسكه وبيوقعه وبيغرس الرمح فيه، وساعتها بيديهم الإشارة والجنوب بيطلقوا الصواريخ والمدافع عليه. وهي دي كانت خطته من البداية، بس ده برضه مش كفاية. وكانتوروس بيضحك وبيقول لهم عجبتوني المرة دي، بس فجأة في غاز غريب بينتشر في المكان، وكانتوروس بيتحلل وكل الجنود ماتت. وهانك بيتصدم من اللي بيحصل ومحدش من الجنود فاهم أي حاجة. وساعتها كلاود بيسأل العقيد ايه اللي انت عملته ده؟ فبيرد العقيد ان ده سلاح جديد اتعمل من المستجد هايدر اللي هو ايبي، هدية من الرئيس شخصيا. بس كلاود كان مصدوم وبيقول له انت عارف انت عملت ايه؟ انت قتلت حلفائنا. بس العقيد بيرد عليه وبيقول له انا قلت لك من الاول هعمل اي حاجة علشان اكسب الحرب دي. وفي اللحظة دي جسم كانتوروس بيبدأ يتحلل من تأثير السم، وكل ما يحاول يتعالج بيتدمر اكتر. وساعتها مايلز بيبص لهانك وقال له من نظرتك كده شكلك ما كنتش تعرف حاجة عن اللي حصل، ودلوقتي صدقتني يا قائد لما قلت لك ان البشر هم اللي مجانين. وقتها هانك طلع مسدسه وقتله علشان يريحه من العذاب. وفي اللحظة دي واحد غريب بيقتحم المكان وبيبدأ يخلص على كل الجنود. وقتها العقيد بكل برود بيقول اهلا يا قائد المتمردين كين، انت جاي برجلك بس مش شايف انك واثق في نفسك زيادة عن اللزوم. ومرة واحدة بيديهم الاشارة والجنود بيطلعوا اسلحتهم وبيضربوا عليه، بس طبعا مفيش فايدة، وكين بحركة واحدة منه بيخلص عليهم. وواحد من الجنود بيحاول يخلص على كين بقنبلة بس بيختفي من قدامه. ساعتها كين بيروح للعقيد وبيمسكه وبياخد منه ازازة السم المصنوعة من هايدر، وبيقول له هي دي اللي قتلت كانتوروس، ودلوقتي دورك علشان تدوقها، وبيحطها في بقه. ساعتها كلاود بيطلع سفينة وبيقول له انا هقتلك يا كين، وجسمه كله بيرتجف لكنه بيهجم عليه. بس كين بيوقفه وبيمسكه وبيقول له على الاقل كنت مفيد ليا في الاخر يا اخويا، وبيجي يقتله. بس هانك بيتدخل في اخر لحظة وبيقطع ايد كين، وبيجري هانك وبيقول له انت ليه جاي بنفسك يا كين؟ كنت ممكن تبعت اي مستجد مكانك. ساعتها كين بيقول له شكلك ما خدتش بالك من حاجة سواء انت او ابويا، لان كلكم اغبياء وكل ده تمويه، وقريب جدا هنعلن تحالفنا مع الجنوب. ساعتها كلاود بيقول له وهو مصدوم ازاي؟ الجنوب محافظين على الاتفاق بينا، وكان في اتفاقية سرية انهم هيتحالفوا معانا ضدك. بس كين بيرد عليه وبيقول له ان الاتفاقية دي راحت واستسلموا ليا، واحب اعرفك ان توازن القوة في العالم هتتغير. ساعتها هانك بيقول له انا اللي هوقفك. فكين بيقول له هو انت غبي؟ انت ما اتعلمتش حاجة من اللي حصلت لكانتوروس؟ هي دي طبيعة البشر، وانت تقدر تقول ايه الفرق بيننا وبينهم؟ لو كانوا فعلا عاقلين ما كانوش هيصنعونا اصلا، المفروض تشكرني ان انا خلصت على إيلين. ساعتها هانك بيرد عليه وبيقول له صحيح جنون إيلين هو اللي عملنا، بس هي عرفت بغلطها وحاولت تصلحه، وكانت مستعدة تتحمل المسؤولية لوحدها. وده الفرق بيننا وبينكم، والبشر بيغلطوا لكن بيحاولوا يصلحوا غلطهم. ساعتها هانك بيرد عليه وبيقول له ايه اللي بيقرر الصح، انت البشر ولا احنا المستجدين؟ ولما بييأس منه هانك بيقول له انت مفيش فايدة فيك، وبيخلع هدومه وبيتحول وبيهجم عليه وبيقطعه. بس جسم كين بيرجع تاني وبيتحول لعدد من المسوخ. وقتها كين اتفاجئ وبيقول له ازاي انت ما كنتش تقدر تعمل كده؟ فكين بيقول له انا كمان اتطورت للحرب. وهانك بيفضل يهجم عليه لكن مفيش فايدة لحد ما الفجر بيطلع. وساعتها هانك بيتعب وجسمه كله متعور وقوته بتقل، وكين
كين بيقول له انت ليه مش عايز تفهم؟ انا مش عايز اقتلك، انت في الاخر اعز اصدقائي، بس انت عارف انك انت ما تقدرش تهزمني، انت مجرد بشري انضم ليا وخلانا نحكم العالم سوا. بس هانك بيفتكر شال وهي بتقول له انت بشري، فبيدوس على نفسه وبيحاول يقاوم. وكين اول ما بيشوف المنظر ده بيتعصب وبيفتكر لما كان بيغير منه علشان إيلين كانت بتحب هانك، وساعتها كين بيهجم على شال بس هانك بيصد الضربة وشعره بيبيض وبيستدعي ملك الوحوش وبيوجه الضربة على كين وبيسحقه في الأرض. ووقتها كين بيضحك وبيقول بقى هي دي قوة ملك الوحوش اللي بتفوق كل المستجدين، وبيقاوم وجسمه بيخف تاني وبيبص للحصن بتاعه وهو بيقع في ايد جيش الشمال. فبيقول لهانك انا خلاص همشي دلوقتي بس هنتقابل تاني في العالم الجديد اللي انا هعمله، وبيختفي. واخيرا المعركة خلصت بعد ما الشمالين احتلوا الحصن، وكين ما بقاش يهدد العاصمة تاني، بس دولة باتوريا الجديدة بتاعته بقت اقوى من الدول كلها. وده بيخلي الرئيس يعلن حالة الطوارئ ويستدعي كل القوات للعاصمة لان الحرب على الابواب. اما هانك وشال فقرر كلاود ان هو يسيبهم يكملوا الرحلة، وطول ما هانك محافظ على عقله بيقدروا ينفذوا مهمتهم. ودي بتكون نهاية حلقتنا، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.